طيب، الأصدقاء هؤلاء قسمهم إلى 3 أقسام. صديق منفعة، وهو الذي يصادقك ما دام ينتفع منك بمال أو جاه أو غير ذلك، فإذا انقطع الانتفاع فهو عدو لا يعرفك ولا تعرفك. وما أكثر هؤلاء، ما أكثر الذين يلمزون في الصدقات، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. صديق لك حميم، ترى أنه من أعز الناس عندك وأنت من أعز الناس عنده، يسألك يوم من الأيام يقول أعطني كتابك أقرأ به، فتقول والله الكتاب أنا محتاجه اليوم، أعطيك إياه غدا، فينتفق عليك ويعاديك. هل هذا صديق؟ هذا صديق منفعة أكال. والثاني صديق لذة، يعني لا يصادقك إلا لأنه يتمتع بالجلوس إليك والمحادثات والمؤانسات والمسامرات، ولكنه لا ينفعك ولا تنتفع منه، لا ينفعك ولا تنتفع منه أنت. كل واحد منكم لا ينفع الآخر، ليس لتضيع وقت فقط. هذا أيضا احذر منه أن يضيع أوقاته. والثالث صديق فضيلة، يحملك على ما يزين وينهاك عما يشيء ويفتح لك أبواب الخير ويدلك عليه، وإذا زللت نبهك على وجه لا يخدش كرامتك. هذا هو صديق